معاك عن الاستعداد للموسم الجديد. بس احنا الاستعداد للموسم الجديد عندنا نوعين من الاستعداد. استعداد فني خاص بالأندية وده العادي سنة الحياة. عارفين ان مثلا دوري المحترفين هيبدأ اللي هو دوري الأهلي والزمالك. ما احنا لازم يحددوا لنا الأسامي. دوري المحترفين ناس هتزعل مني بقية الأندية. الدوري دوري الكبار هيبدأ 25 سبتمبر إن شاء الله. ففي استعدادات فنية. وبقيه الدوريات تباعا هيحددوا مواعيدها ايا كان شكل نظام المسابقات اللي هيبدا بها الموسم الجديد ان شاء الله. لكن في نفس الوقت هناك استعدادات اخرى اداريه ولائحيه بتفاصيل، من ضمنها مثلا الخبر اللي انا قريته في الاول وحضرتك سمعته اكيد. خليني اخد راي حضرتك في اللي قريته واللي حاولت اوضحه. يمكن يكون عندك حاجه ممكن تضيفها او توضح لي فيه حاجات انا ما كنتش فاهمها فعلا. بالنسبه لاول حاجه ايه؟ طيب عايزين دوري المحترفين عموما، محترفين ب ده اللي هو او القسم الاول الب، القسم الثاني الف. القسم الثاني الف. ايوه القسم الثاني الف. في البدايه بس انا هوضح نقطه لان انا تعبت منها، وهي ان انت اصلا عندك مشاكل في الدوري الممتاز. انت عندك مشاكل كبيره. انت عندك عدم استقرار في مواعيد المباريات. عندك مشكله كبيره في الرعايه. في الانديه لحد النهارده ما خدتش حقوق الرعايه ليها في الدوري الممتاز وبدات تطلبها. طب المشكله الاكبر ايه؟ ان انت عندك الاهلي بيبقى معظم الفرق مخلصه الدوري او مفاضل لها مباراه، والاهلي لسه عنده 7 مباريات. وده يحصل تاني وهيحصل تاني وثالث ورابع لو فضلنا شغالين على نفس المنوال. طيب ايه اللي انت ممكن تغيره؟ اللي ممكن انت تستحدثه لتفادي الاخطاء اللي انت وقعت فيها كل موسم؟ محمد انت سالتني كتير قوي النهارده. ما هو انا بقول لك ايه اللي انا ممكن اعمله هجاوبك. بص بقى عشان نتفق، احنا فاضل ربع ساعه وتنتهي الحلقه. انا اللي هسال بس في الربع ساعه اللي جايه. طب حدد سؤالك. انت لا ما انا محدده، انت بتسال والمفروض انا اجاوبك. ماشي. المشكله الاولى انا اللي بسال هنا. المشكله الاولى حد يقول له يا جماعه انا اللي بسال. المشكله الاولى ان انت قدمت اقتراح لدوري الممتاز ب او الممتاز الف او الدرجه الثانيه الف زي ما المسمى الاخير. قدمته ولكن بدون دراسه جدوى واضحه. فلوس بدون كل حاجه. لا لحد دلوقتي لسه الامور ما اتضحتش. طيب انت فاضل لك كام يوم والدوري يبدا؟ انا كمدير فني عايز اجيب لعيبه، عايز ابدا اعمل فتره استعداد. انا النهارده لحد النهارده انا مش عارف هلعب ايه، مجموعه ايه، ولا هلعب مع مين، ولا الممتاز ب اللي هو الدرجه الثانيه ب. لحد النهارده مش عارفين هم كام مجموعه، مش عارفين الصعيد هتلاعب مجموعتين ولا مجموعه 3 في 2. ما هو ما حدش عارف اللي موجود. وبعد ما قريته اكتشفت ان هم 3 مجاميع. لا هو بعد ما قريت كله عندي معلومه بتقول ان مش هو ده الشكل النهائي، وانه ده تسريب مش اكتر من كده. طيب هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا كمدير فني النهارده او رئيس نادي عايز ابدا اعمل استعداد للموسم عندي. لا لسه مفيش، مش هقدر. وخلاص الدوري اقصى مده يقدر يبداها 10/3 او 15/3، ده حد اقصى. لان بعد كده الدوري هيطول قوي. فانا النهارده لحد دلوقتي مش عارف الشكل المسابقه النهائيه ايه. مش عارف ايه الفرق المشاركه. عارف الاسوان مش عايز يلعب في دوري المحترفين به ده اصلا. ما في كتير فرق مش عايزه تشارك. لا مش هقدر عليه، انا مش عايز العب فيه. لعبني في مصاريفه الدرجه الادنى. هل تعلم مصاريفه كام؟ والصعود منها اسهل. هل تعلم مصاريفه كام؟ هل تعلم كميه المعاناه اللي هتعانيها الفرقه؟ انا اعلم مصاريفه كام. طيب لان انا طالبت برقم المفروض انه زاد للضعف من بدايه الاعلان عن القصه دي، مع تحرك سعر الدولار. طبعا سعر الصرف لما بيبقى حصل تحركات فده طبيعي جدا ان احنا نتكلم ان الرقم زاد. انا دلوقتي بقول من 750 مليون لمليار جنيه عشان تقدر تعمل دوري محترفين كويس. اللي هو في حدود كل فرقه كام؟ 50 مليون. لا قليل جدا يا سيدي، بس يدفعوا 50 مليون. طب هات لي بقى ال 50 مليون كرئيس. انا كرئيس نادي وفر لي ال 50 مليون، وانا ساعتها ابدا اهندل اموري واشوف عقود لعيبتي وابدا اشوف معسكراتي وابدا اشوف تجهيزاتي للموسم عشان اقدر اوفر ان انا ما اصرفش اكتر من 50 مليون دول.